انت يا ابني بتعمل ايه؟ يا عم استنى يا مصري. ايوه، عايز اسالك سؤال يا مصري. الحلس ده شامي ولا فزور؟ يا راجل. ما انا بقى هقول لك. دلوقتي الناس اللي بيقولوا عليه شامي بيقول لك الحلس لما تبقى جاي عينيه بيضه والدبك ده يبقى حبك. لو الدبك ده بقى حبك بقى شامي، تمام، يبقى جاي من ورا كراكان. لكن لو الدبك ده زي ما هو كده خوخي او رصاصي غامق كده زي القبله كده، يبقى جاي من ورا ايه؟ جاي من ورا بول. والله الحلس اللي انا اعرفه ان هو وزار. بص يا مصر، انا سمعت ان الحلس ده في ناس بيقولوا عليه شامي، في ناس بيقولوا عليه وزار. بص، اللي انا اعرفه عن الحلس انه ملعوب في اساسه. ما تجيش تسالني عن الحلس ولا تقول لي ده شامي ولا تقول لي ده وزار. هو كده والله مصري، ده فرد ملعون، ملعوب في اساسه، ولا حد يعرف اهله ولا حد يعرف ناسه. خلاص يا ابني فضحته، حبيب اخوك، ارفعها له. يا جدعان يا جدعان، سلام.